أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا تربية الأبناء أو أبنائنا وتحديات المهجر. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا في الجزء الخامس في موضوع الجزئية اللي هي الحلول الممكنة. طبعا احنا في الحلقة السابقة أنا يمكن تكلمت في موضوع الفرص وكيف استثمارها. في فرق بين استثمار الفرص والحلول الممكنة. الحلول الممكنة اللي هو يتعلق بأشياء اللي نحن نستطيع إيجادها بتعاون الجميع. أما الاستثمار الفرص أو الفرص المتاحة هي أصلا موجودة الفرص في البلد المضيف. طيب ما هي الحلول اللي نحن نستطيع إيجادها؟ الحلول الممكنة. نبدأ أولا. نحن بدأنا من البداية. واحدة من التحديات الكبيرة، واحدة من الضغوط اللي تمر بنا نحن في المهجر هي عدم وجود كافي للحوار، للنقاش، انشغال الوالدين. طيب أنا كيف أجد حل لهذه المشكلة؟ طبعا كل أسرة لها وضعيتها، كل أسرة لها أسلوبها، كل أسرة لها ظروفها الخاصة، لكن كل واحد مننا بقدر ما يستطيع. عندي مساحة، مستحيل ما يكون عنده برنامج خلال الأسبوع كامل، يكون عنده وقت يستطيع أن يكون عنده جلسة خاصة، أن يكون عندي جلسة مع أبنائي، جلسة مع أسرتي. لابد أنا أجد هذا الشيء، لأنه مهما كان يعني قضيتي أنا أو يعني قضيتي أنا كأسرة ما في شخص ثاني يتحملها. يعني ممكن إحنا نعطي بعض النصائح، بعض الإرشادات، لكن المسؤولية الكبرى أو المسؤولية بشكل الأساسي هي في عاتق الوالدين والأسرة ككل. يعني فأولا الحلول الممكن إيجاد فرص، إيجاد وقت كافي للحوار، إيجاد وقت كافي للجلسات الأسرية اللي تخلق البيئة الاجتماعية، تخلق بيئة إيجابية يشعر فيها الكل هو شريك، يشعر فيها بالمسؤولية تجاه الآخر، يشعر فيها بهذا الدفء، يشعر فيها بالمحبة، يشعر فيها بالانتماء للأسرة. وهذه واحدة من المسؤوليات الكبرى، لأنه بصراحة يا أخواني ويا أخواتي تربية الأبناء هي مسؤولية كبرى، وهي ما مسألة اختيارية. يعني بمعنى عفوا هي مسؤولية اختيارية، لأنه أنا لما قررت أن أكون أسرة وأصبحت أنا زوجة أو أصبحت أم، هذه مسؤولية أنا اختيارية، وعلى عاتقي مسؤولية تربية الأبناء. فيبقى هي من المسؤوليات الكبرى، مسؤوليات أن احنا نسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، أنكم في الحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فإيجاد الوقت المناسب، توفير الفرص لوجود الأسرة، هذا يعتبر واحدة من أولويات الأسرة نفسها. هذه الفرص كذلك يأتي فيها الحلول الممكنة. من خلال هذه الجلسات نستطيع أن نوفر بيئة اجتماعية، بيئة أسرة يسودها المودة والاحترام. لأن إحنا أحيانا للأسف نقول الوقت للأسرة، تجد إنه الكل مشغول بالجوالات، معناه أنا ما عملت شيء. يعني ده يعتبر الوقت الخاص، أو نحن نخصص وقت، لكن الكل إذا مشغول بالجهاز أو الكل مشغول بأشياء ما لها فائدة، ما لها معنى أصلا الجلسة من الأساس. يعني فيبقى إن كيفية سير هذه الجلسة، توفير المكان المناسب. يعني مثلا أحيانا إحنا زي ما هم في البلد الفرص الموجودة، وإحنا كنا نذكر إنه يكون تنظيم الوقت واستثمار الفرص. طيب أنا كأسرة كيف أجد حلول؟ مثلا يكون عندي برنامج في عطلة الصيف، هذه من الحلول الممكنة. يكون عندي ميزانية مثلا من بداية العام حتى نهاية العام، عندنا ميزانية خاصة لرحلة، ميزانية خاصة لزيارة الأقارب، ميزانية خاصة لأنه أنا أسافر في بلد تاني، ودي لها طبعا فوائد كبيرة جدا. الحرص على تقوية الجانب الإيماني هو مبدأ المناعة الروحية اللي هي التطعيم، نحن نقول المناعة والحصانة والجرعات الإيمانية، وهذا من الحلول الممكنة.
ما في حد يتدخل في تربية أبنائك، يعني مهما كان الضغوط الخارجية تظل مسؤولية قرص القيم، مسؤولية التربية الروحية، مسؤولية اللي هي التربية الإيمانية على عاتق الأسرة. وهذه حلول ممكنة. إيش ما هو المانع إن أنا من وقت مبكر أعلم ابني، يعني أعلم ابني اللي هو يعني انتمائه لعقيدته، انتمائه لدينه، هذه مسؤوليتي أنا، وأنا أستطيع أن أوفر هذا، وهي حلول ممكنة. لأنه من خلال قرص القيم من وقت مبكر، من خلال علاقتي أنا مع ابني، ما هي فقط علاقة أوامر ونهاي، أأمر كذا أفعل كذا لا تفعل، لا، اللي هي التقارب الوجداني. هي زي ما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة لو صلح الجسد كله وإن فسد ألا وهو القلب. نحن أحيانا نركز في الحلال، نقول هذا حرام وهذا حلال، ونركز في اللي هي في العبادات، لكن نغفل في الجانب الروحي، الجانب الوجداني اللي هو عبادة الجوارح. نحن نركز على الحب، الشعور بالآخر، حتى ما يشعر الابن بفراغ عاطفي. حقيقة أخوتي وأخواني الأعزاء المشاهدين، موضوع التقوية الإيمانية تبدأ من سن مبكر. يعني نحن لابد أن نبدأ من مراحل الطفل من سن مبكر، لابد أن نقرص في هذه القيم الإيمانية، نقذف في هذه ونقوي المناعة. هو إذا كان الطفل بياخذ التحصين، بياخذ الجرعات التطعيم من سن مبكر، المناعة الإيمانية كذلك تبدأ من فترة مبكرة، من سن مبكر جدا. يعني ما ننتظر، زي ما ذكرت دائما نحن يعني يمكن في مجال تربية الأبناء دائما نذكر ويتفق على جميع، يعني الجميع يتفق عليه مبدأ إنه التربية من سن مبكر، قرص القيم، علاقتنا بأبنائنا من وقت مبكر هي أساس كل شيء، وينبنى عليها كذلك حل مشكلاتنا أول بأول. إحنا نتكلم الآن عن الحلول الممكنة. ما ممكن أنا أنتظر لحد ما تتفاقم المشكلة ويخرج الأمور عن خارج نطاق سيطرتي. طيب أين كنت أنا من البداية؟ من المسؤول إن أنا أتابع ابني وسلوكه، إن أنا حتى لو عندي مشكلة في البيت، هذه مسؤوليتي أنا، مسؤولية الأسرة ككل، يعني الأم والأب، الزوج والزوجة، يبقى المتابعة والحل المشكلات حتى لا تتراكم أول بأول، الوعي والإدراك يعني فهم يعني مشاكل الأسرة من وقت مبكر. ما في أسرة تخلو من مشاكل، ما في أسرة تخلو من تحديات، لكن هنا الاختلاف، كل أسرة عندها أسلوب معين، كل أسرة عندها آلية معينة. نفس المشكلة قد تحدث لأسرة ألف وتحدث للأسرة رقم باء مثلا، لكن الأسرة باء حاولت أن تحتوي المشكلة أو تدارك المشكلة من وقت مبكر، واستطاعت أن تحل الإشكالية أو تواجه التحدي بشكل أفضل. وهذه هي مهارة، هذه فنية اللي نحن الآن الحلول الممكنة. في إمكاني أنا أهيئ هذه البيئة، بإمكان أن أنا أوفر بيئة. كيف تكون؟ يستطيع مني مجهود، يستطيع مني كثير من الاستعانة بالآخرين حتى أوفر هذه الاحتياجات. من ضمن الحلول الممكنة إشراك الأبناء في الأنشطة اللي ذكرناها في المناسبات المتعددة. كيف نوظف هذه الأنشطة لصالح أبناء؟ توظيف وقت الفراغ، يعني أنا أوظف وقت الفراغ في الجوانب الأشياء المفيدة لأبنائي. نركز على الأنشطة اللي أنا ذكرتها الآن. في كثير من البرامج أونلاين، وفي كثير من المؤسسات تقدم هذه الخدمة. يعني ربط أبنائي بهويتهم، ربط أبنائي بالأوطان، ربط ابني بأسره الممتدة. يعني ما تتخيلوا بصراحة، يعني لما الطفل يشعر بأن انتمائه لخالته، لخيلانه، للأسرة الممتدة، اعتزازه بهويته الوطنية، اعتزازه بمجتمعه. ما يكون واحد من الأخوات تقول إحنا أصبحنا نذوب بسرعة، مكان ما أي دولة نسبح نفس ثقافة الدولة الأخرى. لماذا؟ في بعض الدول مثلا، مثال يعني بعض الدول جنوب شرق آسيا، مثلا يعني الباكستان، البنغلاديش، الهنود، يهاجروا إلى الولايات المتحدة، يهاجروا إلى أوروبا، لكن يظل هم محافظين على ثقافتهم، على لغاتهم، على لهجاتهم، على شكلهم، على لبسهم. طيب إيش المانع؟ هذا التنوع
يعني سبحان الله، يعني زي ما الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل تعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو حب الوطن يعتبر من الأولويات، يعتبر من هويتنا الإسلامية. كون أنا أعتز بوطني، أعتز بهويتي، أقرص في ابني من سن مبكر، هذه مسؤوليتي. الحلول اللي أنا أجدها هي تعتمد بالشكل الأساسي على الأسرة، يعني ما حتكون الجيران ولا الحكومة ولا الدولة هي كفيلة بأنه تغرس في ابن هذا الانتماء. يعني دي واحدة من الأشياء الهامة جدا. وللأسف يعني أنا أقول يعني بصراحة أبنائنا يكون أحيانا يقول لي أنا ما أعرف أنا من طيب من المسؤول، يعني من اللي وصل الطفل لهذه المرحلة. هي الحلول الممكنة تعزيز الهوية، غرس قيم المجتمعات. يعني عندنا كثير من العادات الجميلة جدا في مجتمعنا. اعتزازنا بهويتنا بيجعل الطفل عنده ثقة بالنفس، يجعل الطفل يعتز بهويته، يعتز بانتمائه لأسرته، مش العكس. يعني أحيانا تجد أطفال لأنه فقدوا هذا الانتماء من سن مبكر، أحيانا الطفل يستحي أنه يقول أنا أنتمي للمجتمع، أنا يقول إريتري أو أنا من القبيلة الفلانية، يستحي يتوارى أحيانا يعني خلف هويات أحيانا ما تمثل شيء. ويمكن تستحضرني واحدة من المواقف اللي مرت علي أثناء البرامج اللي كانت في يعني برامج عبر الزوم للأطفال. في واحدة من الطالبات تقول لي أنا لما شاركت في برنامج ودرسنا فيه عن جغرافيا إريتريا، تاريخ إريتريا، قلت أنا شعرت إلى أي مدى أنا كنت يعني أفقد هذه الأشياء. يعني أنا تقول أنا ما كنت أعرف إنه بلدي جميلة بهذا الشكل، إنه عندنا في خيرات في أهلنا، إنه أنا أجدادي كانوا أبطال، إنه أنا أعتز بانتمائي لأسرتي لأهلي. يعني بصراحة يعني أنا اندهشت يعني. فتقول وهي تسمع الأنهار والجغرافيا والتاريخ، بصراحة كان شعور جميل جدا، شعور إن الابن يشعر بالفخر. وهذه الحلول من اللي يجدها نحن، كيف نجد في أبنائنا هذا الاعتزاز، هذه الهوية، هويتنا الإسلامية بالمقام الأول، وهويتنا الوطنية، هويتنا وانتمائنا لمجتمعنا. ولما نسمع هذه الأشياء من أبنائنا حقيقة يحملنا مسؤوليتنا أن نحن نتطرق لهذا الموضوع، مسؤوليتنا أن نحن إن شاء الله كأولياء أمور كمؤسسات نبذل مجهودنا إن شاء الله، نقدم حلول في هذا الجانب. وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات في نفس الموضوع، وإن شاء الله يكون لنا للحديث بقية في حلقات القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولنبذل